تستغرب من أشخاص يدفعون أموال من أجل مشاهدة شخص يتعذب حتى الموت. هذا ما حصل طفل لم يتجاوز عمره 15 سنة في مصر، اللي كانت واحد من أغرب وأخطر الجرائم اللي ممكن أن تسمع عنها في دولة عربية. هذه الجريمة تم تنفيذها عن طريق الدارك ويب. قبل معرفة أحداث الجريمة لدي طلب: اضغط على زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات لتكون أول من يحصل على أحد المواضيع، ولايك لكي تدعمنا في نشر مثل هذا المحتوى. في منطقة شبر الخيمة، طريق شاب بنية العشرينيات لا يعرف أحد، سكن حديث في منطقة عزبة أسمان في شبر الخيمة، لكن ظروفه المادية صعبة جدا. حاول أهل المنطقة مساعدته، بالأخص لما عرفوا من أن يعاني من مرض السرطان، وإنه لا يعالج نفسه بنفسه ومتكفل بحياته الشخصية وبشكل عام. والأهم أنه شخص متدين يجلس وسط الناس ويتكلم معهم في الأمور الدينية. كان إنسان خلوق بمعنى الكلمة. هذا ما جعل الكل يشفق عليه ويريد مساعدته، وبسهولة أصبح جزء من أهل المنطقة، مريض ومتدين متكفل بعلاجه وبحياته الشخصية. ولهذا أهالي المنطقة ساعدوه، واشتغل عامل في واحدة من المقاهي اللي أصلا كان يعمل كهربائي، لكن بسبب ظروفه الصحية فكان أسهل أن يشتغل في مقهى. بدأت علاقته بأهل المنطقة أقوى بكثير، وكانت علاقته بأطفال أقوى. كان دائما يجلس معهم ويتكلم معهم في الأمور الدينية وينصحهم، ولهذا كانوا أطفال المنطقة يحبون طارق جدا. ومن ضمن الأطفال أحمد محمد سعد، طفل اللي عنده 15 سنة واللي كان معجب جدا بشخصية طارق. شاب عنده مرض يعاني من مشاكل مادية، ومع ذلك قادر يواجه كل هذا ومستمر في حياته الأحسن. فكان أحمد يرى طارق مثله الأعلى، غير أن طارق كان يحبه جدا وكان دائما ينصحه ويقف بجانبه ويحاول مساعدته بكل الطرق. لو عنده مشكلة مع أي أحد، كان طارق لم يكن عنده أي مانع أن يجلس معه لفترات طويلة ويستمع مشاكله ويحلها له. صاحب القهوة اللي كان يشتغل فيها طارق بدأ يلاحظ أنه يتغيب كثير من غير أن يأخذ إذن. فلما صاحب القهوة سأله، قال له أنه سبب الغياب أنه يأخذ جلسات العلاج مرض السرطان. طبعا صاحب القهوة لم يقل له أي شيء. وفي مرة طارق يختفي، وبعد أسبوعين يعود بمظهر مختلف. شخص تغيرت حياته بشكل ملحوظ، اشترى سيارة وغير تلفونه المحمول، وطريقة لبسه تغيرت. ولما سألوا صاحب القهوة الأهالي عن سبب التغيير، قال لهم أنه أخوه الغني توفي وطارق ورث مبالغ كبيرة منه. ومن هذه اللحظة تحول من عامل في القهوة لزبون، وعلاقته بالطفل أحمد أصبحت أحسن من الأول، لأن أحمد كان يرى أن طارق أصبح غني ومع ذلك لم يتغير، ويحبه ويخاف عليه وينصحه. طارق كان يعطي أحمد المال لكي يلعب البلاي ستيشن، وكان يراقبه وكان يخاف عليه. بسبب تصرفات طارق مع أحمد كان دائما يخبر أهليه ويقول لهم بكل ما يفعلوا معه. إلى يوم 15 من أبريل 2024، أي من هذه السنة، مثل أي يوم عادي، أحمد ينزل للحي وكان يتحرك في أكثر من مكان ويدخل محل بلاي ستيشن أكثر من مرة. بعدها أحمد يختفي، وعلى الساعة 8 بالليل أهالي أحمد بدأوا بارتياب، بدأوا يبحثون عليه في كل مكان، لكن فعليا لم يكن له أي أثر. وطريق كان يبحث معهم. أهالي أحمد رفقة أهالي المنطقة بدأوا يبحثوا في كاميرات المراقبة. فعلا شاهدوه يدخل محل بلاي ستيشن ويخرج منه أكثر من مرة. وبعدها آخر مرة شاهدوا فيها كان أحمد مع طارق، بعدها اختفوا. لم يكن أي أثر في الكاميرات المراقبة. لما سألوا طارق أين ذهبت، قال لهم أنه لا يعرف أي شيء عنه، أي تكلمت معه ورحت. بعدها علمت أن أحمد اختفى. أهالي ذهبت للشرطة لكي تعمل بلاغ تغيب، بعدما بحثوا في كل مكان عليه بدون أي أثر. كانوا رجال الأمن يتعاملوا مع بلاغ التغيب بشكل طبيعي، لأنه لازم يمر فترة زمنية معينة على الشخص المتغيب لكي تبدأ في اتخاذ إجراءاتها. بعد مرور يومين، رجال الأمن بدأوا في مراقبة كاميرات المراقبة. لاحظوا فعلا تحركات أحمد طبيعية في المنطقة، ولاحظوا أيضا أن طارق دخل الصيدلية قبل الوقت ليختفي فيها أحمد بمدة قليلة. لما رجال الأمن سألوا الصيدلي عن ماذا اشترى طارق، عرفوا أنه اشترى مادة مخدرة واشترى رشاش. ولما عرفوا من أهالي المنطقة أنه عنده مرض السرطان،
أنه احتمال أن يكون عنده أي مشكل صحي اللي كان سبب وراء شراء هذه الأشياء. لكن بعدما يمر أسبوع عن اختفاء أحمد، أهالي بدأوا يتشموا رائحة من شقة طارق، فبلغونا رجال الأمن فيدخل أهل الشقة طارق على اعتبار أنهم يتأكدون ما سبب وجود هذه الرائحة. لما دخلوا للشقة قبل وصول رجال الأمن وجدوا جثة موجودة على السرير مفتوحة من النصف، لم تكن أي ملامح جثة واضحة، لا أحد يستطيع أن يتعرف على صاحب الجثة. الجثة كانت مفتوحة من النصف بشكل طولي ومذبوحة، وكل الأعضاء الداخلية في كيس أسود بجانبها. كانت رائحة فعلا صعبة جدا، لم يصدقوا مما شاهدوه. انتظروا لحد ما جاء رجال الأمن، وكانت هذه جثة للطفل المتغيب أحمد. بعدها يتم القبض على طارق. من البداية ظنوا أنها تجارة في الأعضاء البشرية. بعدما رجال العمل الجنائي انتهوا من التحقيق في مسرح الجريمة، يتم إرسال جثة إلى الطب الشرعي. لم يتم أي إثبات أي علاقة بالتجارة الأعضاء، لأن الطب الشرعي أثبت أن الجثة تعرض للتعذيب، وأن كل أماكن الفتوحات الموجودة فيها ليس لها أي علاقة بالتعامل الطبي. أيضا لا يوجد أي أدوات أو معدات طبية موجودة في مسرح الجريمة. واضح أنها جريمة غريبة من نوعها. تقرير الطب الشرعي وبيان النيابة العامة يقولون أن العينين منزوعين من مكانهما، وإن الأحشاء الداخلية كلها منزوعة مثل القلب والكبد والكلي موضوعة في كيس جانب الجثة. إن الجثة نفسها مفتوحة من النصف بطريقة طولية، هذا من غير أن في ذبح واضح في منطقة الرقبة. صعب على إنسان أن يعمل مثل هذه الأشياء. طارق في اعترافاته لرجال الأمن قال لهم أنه عمل هذا بهدف التجارة في الأعضاء البشرية، أن هذا كله كان مقابل مبلغ 5 مليون جنيه اللي كان يعطيه التوجيهات لكي يعمل كل الخطوات. كان شخص مقيم في الدول الكويت، تعرف عليه طارق من طريق شبكة التواصل الاجتماعي. إن هذا الشخص عرض عليه مبلغ كبير أن يأتي بشخص وينتزع أعضاءه الداخلية، بشرط بعدما يأتي بالضحية يعمل مكالمة بالفيديو لكي يتفرج عليه ويتابع اللحظة اللي يتم فيها قتل الضحية وانتزاع أعضاء منها لحظة بلحظة. كل هذا مقابل مبلغ اللي اتفقوا عليه اللي هو 5 مليون جنيه. طارق استدرج أحمد إلى البيت ونفذ فيه الجريمة مثل ما اتفقوا عليها بالضبط. بعد الانتهاء قالوا أن هذه الأعضاء لا تنفع، أنه يريد شخص ثاني نفذ فيه نفس الجريمة، وأنه يزيد له مبلغ أيضا وفي أسرع وقت. فعلا طارق وافق وأقفل الشق على أحمد وتركه جثة مرمية على السرير، وذهب يبحث عن ضحية جديدة. والحمد لله أنه تم القبض عليه قبل أن ينفذ الجريمة. ويبقى السؤال، من هو هذا الشخص اللي في الكويت، ولماذا يفعل هذه الأشياء، ولماذا اختار طارق تحديدا لكي ينفذ هذا الموضوع؟ طارق تعرف لي عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، باعتبار أن هذا الشخص يتاجر في الأعضاء البشرية. عرض على طارق أن يشتغل معه مقابل مبالغ مالية كبيرة، بشرط أن يتفرج بنفسه على كل خطوات العملية لينفذ فيها. واضح أن طارق فترة كل ما يختفي من القهوة اللي كان يشتغل فيها، أنه كان ينفذ بعض العمليات البسيطة على بعض الحيوانات. مثل هذه الأشياء تحصل كثيرا على الدارك ويب. واضح أنه عمل مثل هذه الأشياء أكثر من مرة مع هذا الشخص، وبعدها بدأ يرسل له المال كثير، ولهذا تغيرت حالته المادية. فقرر أن ينفذ عملية كبيرة، بدل ما يأخذ نقود قليلة يأخذ 5 مليون جنيه مرة واحدة. رجال الأمن بعد تحقيقات مع طارق أخذوا كل المعلومات التي تخص الشخص المقيم في الكويت، أنه طالب وجنسيته مصرية وسنه 15 سنة، ويتم التنسيق مع إدارة التعاون الدولي الانتربول، ويتم القبض عليه وترحيله هو والده لمصر. سبب القبض على والده أنه كان يستخدم تليفونه الشخصي ورقمه الشخصي في التواصل مع طارق، وفي الأحيان كثيرة بعد التحقيق معه اتضح أن هذا الشخص يشتغل في الدارك ويب. الموضوع ليس له أي علاقة باتجار الأعضاء البشرية، وأن الحكاية كلها في تصوير فيديوهات من هذا النوع المنتشر جدا على الدارك ويب، وتباع بأرقام مالية كبيرة جدا. مثل الشخص اسمه بيتر سكيلي، هذا الشخص تم القبض عليه وكانت معه عصابة كبيرة متخصصة في تصوير الأطفال، بعد ما يتم استدراجهم في غرفة اسمها الغرفة الحمراء أو ريد روم. مثل هذه الأشياء موجودة بشكل طبيعي على الدارك ويب، ولكنها من أقدر الأعمال الموجودة هناك. وفي ناس تدفع أرقام كبيرة جدا مقابل أن تشاهد شخص يتعذب وتموت أمام الكاميرات. إذا كنتم تريدون حلقة مفصلة على بيتر سكالي اكتبوا لي في التعليقات. في أول ما تعرف على طارق
وعلم أنه محتاج للمال. عرض عليه فكرة تجرب الأعضاء البشرية، واكتشف أن طارق ولم يكن عنده أي مشكل أنه يقتل، أنه يشرح الإنسان ويخرج أعضاءه عادي لمجرد أنه في مال. ما في مشكل. أول خطوة طارق عملها أنه أخذ صورة مع أحمد وأرسلها له، وأول ما شخص وافق على أحمد نفذ جريمته على طول. طبعا التحقيقات لم تنتهي بعد، والشخص اللي في الكويت بعدما تم ترحيله على مصر والتحقيق معه اكتشفوا أنه ليس أول مرة نفذ مثل هذه الجريمة في أكثر من دولة وبنفس الطريقة. من أصعب الاعترافات هي أنه كان يتابع اللحظة اللي مات فيها أحمد ويتم فيها تقطيع جسمه. بعدما طارق انتهى، الرجل هناك سجل كل فيديوهات لكي يبيعها، وقال له أن الأعضاء لا تنفع وإنه محتاج شخص آخر ينفذ عليه. مثل نوع هذه الجرائم موجود ومنتشر جدا في الدول الغربية، يتم في إطار الجرائم القذرة لتحصل في الدارك ويب، اللي بالمناسبة الدارك ويب هي حياة سرية بشكل كامل يجد فيها تجارة الأسلحة، تجارة بالأعضاء البشرية، والتجارة في الفيديوهات اللي فيها تعذيب للبشر بشكل أصعب جدا، مثل ما حصل في قضية أحمد. والتحقيقات وجميع الأدلة في القضية لم تنتهي بعد، وأكيد رجال الأمن يجمعوا كل المعلومات عن الشخص الغريب والمريض لجعل من طريق ينفذ مثل هذه الجريمة. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعل زر التنبيهات، ولا تبخلوا عنا باللايك إذا أعجبكم الموضوع، وشاركه مع أصدقائك.